راجعه من فرح صاحبتي الساعه 2 صباحا، بقول لجوزي ايه رايك بقى في المكياج، وبحكي له، راح رمى البيجامه في وشي وقال لي شيلي اللي على القرف اللي على وشك ده والبسي هدومك ويلا عشان تتخمدي وتنامي. انت راجعه لي الساعه 2 الصبح تساليني ايه رايك في المكياج؟ انا مش قايل لك اخرك الساعه 12؟ قلت له معلش حقك عليا، هشيل المكياج بسرعه اهو وهاجي بسرعه على السرير عشان انام، عشان خاطر طبعا ابني عنده مدرسه الصبح. المهم رحت جايبه مزيل الميك اب بسرعه، قلت اما اشيله بسرعه لان هو قرفان جدا من الحاجات اللي على وشي دي. جبت مزيل الميك اب، بالمناسبه مزيل الميك اب ده انا اللي عاملاه في البيت، لو عايزين طريقته ابقوا اكتبوا لي في الكومنتات، ولو بتتفرجوا لحد دلوقتي ما تنسوش تعملوا لايك وكومنتات كتير، او كومنت واحد يعني، او لايك حتى، انتوا يعني بتكسلوا تعملوا اللايك. المهم يعني قعدت اشيل الميك اب كده، اشيل الميك اب كله، امسحه كويس قوي وامسح الاي شادو اللي انا كنت حاطاه. بقى بصوا بقى، انا كنت حاطه شويه ميك اب في الفرح، كنت مغطيه على العروسه من الاخر يعني. المهم بقى بعد ما شلت الميك اب ده كله، شايفين بصوا حاجه يعني يعة قوي. اجيب بقى الغسول بتاعي اهو، بليت وشي بميه وجبت الغسول، اي نوع غسول عندك المهم يكون مناسب لبشرتك، وتدعكي بقى كويس قوي، ادعك 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 لحد ما وشك كده ينضف. بكتر النظافه تحسي ان وشك بيزيق. عارفه يعني ايه بيزيق؟ تسمعي صوت التزييقه كده وانتي بتغسليه تحت الحنفيه. اغسل بقى وشي تحت الحنفيه بعد الدعك ده كله. تمام، بصوا بقى القمر، بصوا يا جماعه وشي نور نور، شايفين يا خروشي؟ مفيش احسن من الواحد يبقى على طبيعته. البتاع ده انا جايباه من الصيدليه، بيشيل الحبوب، بحطه دايما قبل المرطب، هو رغوي كده وبيتحول لميه، هو فوم يعني بيتحول لميه على الوش لما بيلمس جلد دافي، فاهمين؟ فانا بعمله بايديا، لسه هستنى لما يلمس الجلد الدافي ويسيح. المهم يعني ده كنت جايباه من الصيدليه، حلو قوي الحبوب. عندي حبايه كده في الجنب، دي دايما عندي فيها حبوب. قلت بقى على ما ينشف اغسل سناني بالمعجون، المعجون ده بالقرنفل، هو لونه اصفر شويه بس الصراحه بيخلي السنان زي القشطه. بقعد ادعك بقى اسناني جوه وبره وفوق وتحت شمال ويمين ومش عارفه ايه، لان انا اصلا حاشيه دروسي فبخاف عليها بقى بقيه الدروس انها تسوس. بصوا بقى النتيجه خرافيه، بحبه جدا. المهم بقى خلاص كده امسح وشي بقى بشويه ميه اهو، دي قطنه كده فيها ميه عشان هحط السيرم بتاعي، لازم يكون وشك مترطب عشان تحطي السيرم ويشرب السيرم. المهم يلا بسرعه بس قبل ما جوزي يجي يزعق لي تاني. حطيت بقى السيرم بتاعي بتاع اوردينري، ورحت بقى مطبطبه كده بقى. ولازم بقى الهيلورونيك ده يبقى تحت عينيكي وعلى شفايفك، عشان لو عندك غمقان، عندك تصبغات في الشفايف حوالين الشفايف، تعملي اورتك وتعملي الخطوط والحاجات دي كلها، شايفه تحت عينيكي في اي مكان عادي مفيش مشكله. المهم بقى هعمل كمان مساج كده لبشرتي، اشد كده بشرتي بس كده. المهم بقى ان انا دلوقتي هستنى اما ينشف خالص واجيب المرطب بتاعه. اي بواقي احطها على ايديا كده، على الصوابع وعقل ايديا، بتفرق برضو على فكره جدا. هجيب بقى المرطب بتاعي اللي هو مناسب لبشرتي، ده شانجل بستخدمه عشان مناسب لبشرتي، بحبه جدا جدا. بصوا بيرطب البشره وكانك مش حاطه حاجه على بشرتك خالص. وبرضو البواقي بعملها في ايديا كده دايما، بيفرق على فكره في الايد جدا. المهم بقى كده حسيت ان شكلي محتاج كده شويه تنت كده قبل ما انام. التنت ده انا كنت عاملاه، بصوا شكله معفن ازاي وقديم. قلت بقى اما احط شويه تنت كده بقى، ولازم ادخل في البيجامه حالا قبل ما جوزي يجي يتخانق معايا. وبعدين بقى رحت ظبطت التنت كده عشان اما يشوفني يقول لي ايه ده، ايه القمر ده، شفتي شكلك حلو ازاي من غير ميك اب. ويلا بسرعه نط في البيجامه حالا، هوب دخلنا في البيجامه على طول. ويلا بقى تصبحوا على خير. لو عجبكم الروتين ما تنسوش تعملوا لايك وكومنتات كتير. باي.